انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة هو أهم حدث ممكن تبدأ بيه 2026. وده طبعا مش عشان حمزة عبد الكريم رايح برشلونة وعشان هو أول لاعب مصري يطلع من الدوري المصري على طول لبرشلونة، ولكن قصة حمزة عبد الكريم هي المفروض تكون عبرة لكل ناشئ، لأن شوف عندك كام موهبة، شوف عندك كام شاب بيبقى هنا في الفريق بتاعهم ما بيعرفش يتصعد، ما بيعرفش ياخد فرصة. فلازم الشباب اللي جاي والناس اللي عندها موهبة أول ما تتم 16 17 18 سنة بالكتير تبدأ تفكر إنها تطلع تحترف، تاخد فرصة بره، لأن أنت عندك هنا الدوري المصري ومدربين الدوري المصري لا مش عايزين لاعب ناشئ، عايزين اللاعب اللي هو جاهز يدخل على طول في الجيم. وطبعا ما فيش لاعب ناشئ الا القلائل اللي يقدر يدخل في الجيم على طول ويقدر يديك، فبيضطر هنا المدرب ما يعتمدش على الناشئين، ويبدا هنا الموهبه اللي انت ممكن تستفاد منها تنزل بقى درجه ثانيه وثالثه ورابعه، يبدا شويه شويه اللاعب يختفي وما بقاش موجود. واللاعب ده ممكن يكون موهبه من اهم المواهب اللي جت في الكوره، ولكن عشان فكر الدوري المصري او فكر المدربين المصريين ان هو دايما عايز اللاعب الجاهز، عايز اللاعب اللي ينزل يديك على طول. فعشان كده معظم الفرق المصريه بتلاقي فيها عواجيز مثلا سن ال 30 31 32، وعشان تدور على لاعب ناشئ في الفريق هنا تلاقي مثلا لاعب او اتنين، وممكن تلاقيهم اصلا في انديه وسط جدول. عشان كده كنت بقول لك ان النادي الاهلي لازم يوافق على عرض حمزه عبد الكريم، لان انت اللاعب مش هيشارك معاك، مش هتستفاد منه بحاجه، مش هيدخل معاك في الجيم، وكمان الجماهير بدات تنتقده لان هو ما كانش بيقدم مستوى كويس. وده طبيعي، واحد جاي له برشلونه فطبيعي طبعا ان هو يفكر هنا ببرشلونه ويفكر في العرض ويخاف على نفسه، وانت ما كنتش هتستفاد منه. ومع اول خطوه ليه كنت هترميه هنا في سيراميكا او ترميه في انديه شركات، واللاعب كان هينتهي حبه حبه. فافضل قرار عمله النادي الاهلي ان هو وافق على عرض حمزه عبد الكريم، واللاعب ده هيكون هنا مفتاح لكل اللاعبين الناشئين في مصر.